حكاية النهاردة عن الرجل الملقب بالطفل المجنون واللي عنده سلاح نووي فتاك ممكن يدمر العالم كله في لحظة واحدة. وعشان كل حكاية ليها سر، تعال اقول لكم سر حكاية الرجل الغامض والدولة الغريبة. الناس البعيدة قوي واللي قاعدة في اخر الكوكب وقافلة على نفسها ومحدش يعرف عنها حاجة، ولا حد يعرف سر الحياة هناك ايه. الراجل ده هو كيم جونج اون، رئيس كوريا الشمالية. يلا نسمي الله وندخل نشوف حياة كيم كانت عاملة ازاي، وهل الكلام اللي بيتقال عن الراجل ده صحيح ولا مجرد بروباجندا إعلامية. ركزوا معايا قوي في الحلقة دي لأنكم هتسمعوا تفاصيل أول مرة تعرفوها في حياتكم. شخصية كيم جونج اون مش شخصية سهلة كده عشان نبدأ فيها على طول وندخل بقلب جامد. الشخصية دي عشان نفهمها كويس لازم الأول نفهم شوية حاجات حواليها ونجاوب على أسئلة جت في بالنا كتير جدا، زي مثلا هو ليه في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية؟ عايزين تعرفوا؟ تعالوا نشوف. سنة 1392 جه واحد بوذي اسمه إي سونج، عمل مملكة في كوريا قبل ما تتقسم وسماها مملكة جوسون. شوية وبقى في أطماع كتير في المملكة، فجه واحد اسمه جو جونج عمل انقلاب على المملكة دي وأسقطها وعمل مكانها إمبراطورية وبقى اسمها الإمبراطورية الكورية. في الوقت ده اليابان كانت قوية جدا وما سمحتش لحد غيرها يفرض سيطرته في المنطقة، فاحتلت الإمبراطورية الكورية. وما كانش احتلال عسكري وخلاص، دول نشروا الفساد في كوريا. وناس كتير هتستغرب ان اليابان الطيبة الأميرة اللي مركزة في العلم والاختراعات وملهاش في أي حاجة يطلع منها الكلام ده. والحقيقة أنا اتصدمت في اليابان زيكم كده بالظبط، لأن اكتشفت إن ليهم تاريخ أسود في جرائم الحرب. وطبعا مش مصدقين، بس تعالى أقول لكم كانوا بيعملوا إيه. الجيش الياباني لما دخل كوريا كان بيعتدي على الستات قدام جوازهم الكوريين عادي جدا، منتهى البجاحة والذل والإهانة والجبروت للشعب الكوري. والكويس منهم كان يخطف الستات دي من عائلاتهم ويودوهم على السجون عشان يبقوا يعتدوا عليهم بعدين، يعني مش قدام جوازاتهم. وهم كده بقى عداهم العيب وكانوا بيسموهم نساء المتعة. بقى كل ده يطلع منك يا يابان؟ والسؤال هنا، هو العالم قاعد كده بيتفرج على اللي بيحصل ومحدش بيتدخل؟ الحقيقة ان السؤال ده بالذات مش محتاج اجابة، لان مفيش غيرها بيتدخل ومنصبة نفسها ولي امر الكون، ماما امريكا. طبعا امريكا ما كدبتش خبر ولمت دول الغرب على اليابان وكله بالاصول. تعالوا نشوف عملت ايه. أمريكا دعت لاجتماع طارئ وجمعت قوات من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي، كل دول عشان يقفوا ضد اليابان. وهنا لازم نركز كويس عشان لما نقول أمريكا والاتحاد السوفيتي مع بعض يبقى أكيد المصالح بتتصالح وفي هدف مشترك اتفقوا عليه، وهو إنهم يشكلوا حلف ضد اليابان ويحتلوا هم كوريا. ما هم مش هيساعدوا الكوريين ببلاش، وقد كان أمريكا دخلت كوريا خلصت على اليابان وطردتها وقعدت هي زي ما بتعمل في اي بلد بتدخله بحجة انها هتحرره بس تحتله وتقعد هي فيه. وبما ان امريكا والاتحاد السوفيتي هم اكبر قوتين، فامريكا قالت لك لازم نقسم الغنيمة دي كلها اللي هي كوريا بيننا احنا الاتنين. وفعلا قسموا كوريا لجزئين، كوريا الجنوبية من نصيب امريكا وكوريا الشمالية من نصيب الاتحاد السوفيتي. نحط دلوقتي كوريا الجنوبية على جنب ونركز في كوريا الشمالية عشان هي دي موضوعنا. الاتحاد السوفيتي لما سيطر على كوريا الشمالية فرض عليه حزب اسمه حزب العمال الشيوعي، والحزب ده كان ماشي بنفس نظام الصين، ملوش علاقة بالأديان خالص، وهو الحزب الوحيد اللي هيمثل الحكومة. يعني ببساطة كده مفيش أحزاب تانية ومفيش حكومة هتتكون غير منه هو وبس. ومشكلة الحزب ده إنه كان بيميل جدا للديكتاتورية، والحد هنا تمام قوي. مع الأيام رجع ابن إي سونج، الراجل البوذي اللي كان حاكم كوريا وعمل مملكة فيها قبل ما تنفصل، وكان اسمه كيم، بس مش كيم بتاعنا عشان لسه الدور ما جاش عليه. الراجل ده لما جه قال لهم مفيش حد هيحكم كوريا الشمالية غيري، ورجع حكم ابوه مرة تانية. بالظبط لما محمد صبحي قال في مسرحية تخاريف ده شعبي وانا اللي لقيت. كان شعبك؟ لا
كان شعرك يا كابتن؟ ولا اعرفه يا فندم. خلاص ده شعري، انا اللي لقيته انا هبتاعه. طب يعني كده الامور كويسه وتمام ولا مش تمام؟ المشكله ان الرئيس الجديد ده عمل حاجه اسمها نظام حكم الفرد، يعني ببساطه هو وسلالته كلها اللي يحكموا الشعب، واللي يعترض يموتوه. فقالوا لك بس ده مجنون وسابوه يعمل اللي هو عاوزه. والحقيقه ان الموضوع ما وقفش عند كده وبس، لانه بعد ما دخل في السلطه بقى عنده جنون العظمه، ومن حبه لنفسه ما اكتفاش انه يحكم الشعب وبس، ده كمان نصب نفسه اله وطلب منهم انهم يعبدوه، يعني بقى حاكم واله والعياذ بالله. وطبعا واحد بالتفكير ده لازم يفكر انه يتوسع عشان يفرض سيطرته على ناس اكتر، وبالتالي ناس تعبده اكتر. فاول حاجه جت في باله ايه؟ طبعا كوريا الجنوبيه. بس قبل ما ينفذ القرار المجنون ده لازم يستأذن الكبير بتاعه اللي هو الصين، لانها بالنسبه لكوريا بمثابه الاب الروحي. وما اكتفاش بكده، لكن كمان راح للاتحاد السوفيتي لان كان عندهم نفس نظام الحكم الشيوعي، وقال لهم بصراحه كده انا عايز اخد كوريا الجنوبيه واضمها لامبراطوريتي. وفعلا ادوا له الضوء الاخضر وقالوا له احنا في ظهرك يا كيم. وهنا هتحصل كارثه كبيره للشعب الكوري. كيم سنة 1950 هاجم كوريا الجنوبية، بس نسي حاجة مهمة جدا. مين ورا كوريا الجنوبية والمتحكم فيها؟ أمريكا طبعا. ما هي زي كوريا الشمالية ما مدعومة من الاتحاد السوفيتي، كوريا الجنوبية كمان مدعومة من أمريكا. انتوا متخيلين الحرب بين الكوريتين هتبقى عاملة ازاي ونتيجتها هتبقى ايه؟ الكوريين طحنوا في بعض لحد ما مات 5 مليون كوري من الطرفين. وطبعا اتدمرت كوريا الشمالية والجنوبية دمار شامل، ده غير الإفلاس اللي هم بقوا فيه. وفضلت الحرب دايرة 3 سنين، وطبعا ده بقس اللي بيدعموهم لحد ما لقوا مفيش فايدة ورفعوا ايدهم فقرروا يعملوا هدنة. ما هي 3 سنين كتير برضه. ومرت السنين وظهرت شخصية جديدة اللي هو ابن كيم إل سونج، الدكتاتور الظالم اللي دخل كوريا في كل الحرب دي. وما تنسوش ان كيم عمل نظام حكم الفرد اللي قلنا عليه، ان هو وسلالته كلها يحكموا الشعب، واللي يعترض يموتوه. فطبيعي اللي يجي من بعده ابنه مش حد تاني. وابنه ده كان اسمه كيم جونج إل، وكان هو القائد الأعلى للجيش الكوري. وركزوا قوي معاه عشان ده هيبقى أبو كيم جونج أون بطل حلقتنا النهاردة. الراجل ده كان ديكتاتور كبير برضه زي باباه، وما بيحبش الغلط نهائي. وليه جملة مشهورة بيقولها دايما لجنوده، وهي إن كل غلطة ليها تمن. والجملة دي مش جملة كده والسلام، لأن في مصادر كانت بتقول إن أي جندي بيغلط عنده كان بيعاقبه عقاب عسكري. وده طبعا لو كان مزاجه حلو ورايق، لكن بقى لو الغزالة مش رايقة ياخد قرار وقتي بإعدامه أيا كان الغلط، يعني كله بالمزاج. ده غير كمان إن محدش شافه بيبتسم مع الجنود بتوعه أبدا. وفي يوم كيم جونج إل قرر انه يزور اليابان عشان يصفي الخلافات بينها وبين كوريا، وحضر اجتماع سياسي دبلوماسي عشان خاطر الموضوع ده. فاليابانيين رحبوا بيه جدا وعملوا له احتفاليه كبيره، وكمان جابوا له راقصات يابانيات. بس ايه من الاخر، بس هو اليابانيين بيعرفوا يرقصوا بصراحه انا مش قادره اتخيلها. الحلقه دي مليانه مفاجآت مش بس عن كوريا لكن اليابان كمان. المهم ان كان من ضمنهم واحده اسمها كو يونج هوي، ودي بصراحه اللي كانت فيهم وواكله الجو. فاول ما شافها كيم جونج إل قال لك بس هي دي اللي انا بدور عليها من زمان. هو انت رايح تحل مشاكلك مع اليابان ولا تنقي عروس؟ الاكتر من كده انه ما كانش معجب وبس، ده كمان قرر يتجوزها. بقى زعيم كوريا هيتجوز راقصه ويابانيه. وقتها الحكومه اليابانيه ما صدقتش نفسها، بس مش عشان فكره انه رئيس دوله وكمان ديكتاتور هيتجوز راقصه. انا معاكم طبعا ان في حاجه غريبه جدا وتحس كده ان في شيء مش مظبوط، بس في حاجه اكبر واهم من كده. اللي هي ايه؟ تعالوا نشوف. الراقصة دي من اليابان، الدولة اللي ليها تاريخ اسود مع كوريا. يعني يا كيم ما لقيتش غيرها، بس نعمل ايه؟ القلب وميرين. فاليابان قالت لك الجوازة دي هتقوي علاقات جدا بينها وبين كوريا وهيبقوا حبايب، واللي اتعمل زمان يبقى صافية لبن. دي بنتنا بقت مرات زعيم كوريا. وتمت الجوازة ومرت الايام والسنين، والراقصة اليابانية خلفت من حاكم كوريا الشمالية. خلفت مين بقى؟ الشخصية اللي بنتكلم عنها النهاردة،
صاحبنا كيم جونج اون الرئيس الحالي لكوريا الشمالية. ابوه اول ما شافه هو لسه في اللفة اتنبأ له ان هو اللي هياخد الحكم من بعده، مع انه تالت ولاده، وعشان كده سماه كيم جونج اون. وطبعا هتقولولي ايه علاقة الاسم بالنبوءة دي؟ الاسم ده في لغتهم معناه السحابة الصالحة، على اساس انه لما يستلم الحكم من بعد ابوه يصلح حال كوريا. تعالوا بقى واحدة واحدة كده نتكلم عن كيم جونج اون من ساعة ما اتولد لحد ما بقى زعيم ديكتاتور قد الدنيا. مبدئيا كده مش هعرف اقول لكم تاريخ ميلاده زي ما بعمل في كل حلقة، لان ببساطة مفيش مصدر رسمي يقول لنا تاريخ ميلاده بشكل دقيق، ودي بداية تقول لنا قد ايه احنا داخلين على دولة غامضة وانطوائية على نفسها. المهم ان ابوه قرر ان كيم جونج اون هو الوريث الشرعي لحكم كوريا، وعشان كده هيعيشه حياة الملك من صغره. فهتلاقيه مثلا انه كان عنده العاب فيديو وكمبيوتر خاص بيه، وفي وقتها دي كانت حاجة كبيرة جدا وما كانتش منتشرة، او تقدروا تقولوا ما كانش بيشتريها الا الاغنياء جدا. بس ابوه ما اكتفاش بكده، لكن كمان وفر له سينما خاصة في جناحه اللي في القصر. وطبعا في حد هيقول لي جبتي المعلومات دي منين اذا كنتي لسه بتقولي انها دولة غامضة؟ الكلام ده جه في كتاب اسمه الوريث الشرعي لأنا فلفل، والكتاب ده قال كمان ان ابوه كان بيحبه جدا لدرجة انه فصل له بدلة عسكرية على قده وهو يدوب 6 سنين، والبدلة دي كان فيها نجوم على كتافه برتبة جنرال او فريق اول. ده غير انه كان بياخده معاه الاجتماعات، وكيم يفضل واقف بره المكتب يستناه لحد اما يطلع فيحييه التحية العسكرية. تخيلوا كل ده لطفل يدوب عمره 6 سنين. ابوه كمان كان منعه انه يخرج بره البيت نهائي، ويخرج ليه اصلا وهو متوفر له كل حاجة جوه البيت؟ بس الحقيقة ما كانش هو ده السبب الحقيقي، لان ابوه كان شايف انه ما ينفعش يخرج ويختلط بعامة الشعب، لانه هيبقى ملك عليهم، والناس دي اساسا ملكه وهو الههم، ده حسب معتقداتهم هم. اظن كده الامور وضحت والتنشئة باينة ممكن تخرج لنا شخص عامل ازاي، خصوصا ان ابوه كان بيطلق عليه الرجل السماوي او الاب الحاكم، ومن جبروته كان بيتكتب اسمه على الجدران الكبيرة جنب القصر، مش بالتباشير ولا الالوان، لكن بدم اللي بيتم اعدامهم من المعارضين كنوع من التهديد والتخويف. كيم جونج اون ما سابش حاجة من ابوه الا واخدها، من اول النرجسية والديكتاتورية وحب النفس لحد ما حط نفسه في منزلة الاله زي ما عمل ابوه بالظبط، وان سلالته هي الوريثة الوحيدة لكوريا الشمالية كربون من ابوه. العيلة دي من كتر ما هي غريبة حتى الطباخ بتاعهم اللي كان اسمه كينجي فوجيموتو ألف كتاب عنهم وقال كلام مهم جدا. وبالمناسبة الطباخ ده ياباني، بس قال ايه بالظبط؟ تعالوا نشوف. قال ان هما كانوا بيندهوا كيم من وهو عنده 6 سنين بالامير، وبيقول انه كان الطباخ الخاص بتاعه، وبيحكي عن اول مرة قابله فيها ونظرته اللي ما كانتش نظرة طفل في سنه ابدا، بالعكس دي نظرة حد كبير وصارم كمان. ولما مد ايده عشان يسلم عليه ويعرفه بنفسه انه الطباخ الجديد الخاص بيه، بصله بصة كلها حقد وقال له انت ياباني بغيض، بالكوري طبعا بس دي الترجمة. بس الكلام ده بقى ما لفتش نظر كل حاجة. ما تنسوش ان كيم امه كانت يابانية، وبرغم كده كان بيكره اليابانيين كره العمى، واتقال كمان في نفس الكتاب ان ده كان السبب انه يبقى متمرد على امه جدا وما بيسمعش كلامها من وهو صغير. وتخيلوا طفل جواه كل مشاعر الكره دي وبيترجمها في تصرفات ضد امه. وبفكركم ان كل ده كيم لسه عنده 6 سنين. فلما تم 7 سنين ابوه جاب له عربية صغيرة كده على قده يتمشى بيها في ساحة القصر عشان يتعلم السواقة، وبرضه مش مسموح له يخرج بره القصر ويحتك بالناس عادي كده. ولما بقى عنده 11 سنة ابوه اداله مسدس حقيقي، ده غير شوية اسلحة تانية كتير. وكيم بقى طاير من الفرحة بالاسلحة دي لدرجة انه كان بيحطها في حزام على وسطه وما يفكهاش غير عن النوم. السنين مرت ووصلنا لسنة 1993 عشان تحصل نقطة تحول حقيقية في حياة كوريا الشمالية، واللي هيحصل ده ليه اثر لحد النهاردة، مش بس عليهم، ده على العالم كله. وبكده الجزء الأول من حلقة النهاردة خلص. استنونا الأسبوع الجاي في نفس الميعاد مع الجزء الثاني.